السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفاتنا الجميلة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة وصفتنا جميلة جدا يا جماعة، حلوة جدا للمدارس وحلوة جدا للكليات والجامعات كمان. هي بسكوت الشوفان، بسكوت جميل جدا معمول بالشوفان بطريقة حلوة جدا، بطريقة كمان تناسب يعني كل الأعمار. يعني هو جميل جدا، اشربي بيه الشاي برضو جميل وطري وحلو زي ما انت شايفاه كده في الفيديو معانا. طبعا احنا هنعمل لكم بسكوت بالشوفان، وانتوا عارفين فوائد الشوفان. الشوفان صحي جدا يا جماعة، والسعرات بتاعته كمان خفيفة مش تقيلة. يعني هي صحي جدا، يعني ممكن انت تعمليه للأطفال حتى لو كل يوم تعملي لهم تحط لهم كده في اللانش بوكس بتاعهم. هتلاقي ان البسكوت، وكمان هتلاقي ان صحتهم ان شاء الله تبقى كويسة معاكي بالاكلات الصحية اللي ممكن تعملها لهم في اللانش بوكس. فمن الاكلات اللي حلوة اللي انت ممكن تعملها للاطفال وكمان تطلع حلوة معانا هي البسكوت بالشوفان، بسكوت الشاي بالشوفان. هنشوف الوصفة اتعملت ازاي كده. في البداية هنجيب 3 معالق كبار بحرارة الغرفة زبدة، يعني هنجيب زبدة كده بحرارة الغرفة حوالي نص كوباية من الزبدة. معانا نص كوباية من العسل النحل. هنضربهم الاتنين مع بعضيهم، مش هنضربهم جامد، يا دوبك على بسيط كده. هنحط معاها كمان هنفتح عليها كده وهنحط معاها بيضة محطوط عليها فانيليا، وكمان هنحط معاها كوباية دقيق وراها على طول، وهنحط معاها نص كوباية من اللبن. هنقلب المكونات دي كلها بعضيها، بس مش هنقلبها كتير، بس لغاية ما نكون اللي هي نعمل مع بعضينا المواد الجافة مع بعض. ده غير الدقيق طبعا اللي احنا حطيناها. هنجيب كوبايتين من الشوفان المطحون، يعني هنجيب شوفان عادي وهنطحنه. هنجيب كوبايتين وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة الملح، وهنحطها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. هنقلبهم كلهم مع بعضيهم كده، وبعد ما تقلبيهم بقى هتستني كده معانا. حطينا نص الكمية والنص التاني بنحطه بالراحة وهو بيتضرب لغاية ما يتكون معانا كده زي ما انتوا شايفين. بتبقى بالشكل ده. على فكرة هي بتلزق شوية في اليد، ما تكونش جامدة معاكي خالص، هي اهم حاجة ان هي تلزق شوية في اليد معانا. وبعدين هتطلعيها بقى وهتفرديها زي ما انا هقولك بالظبط. طلعناها بتبقى بالشكل ده يا جماعة، ماسكة نفسها ازاي، بس برضو لسه بتلزق. بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي كمية كبيرة جدا معايا، عملت لي 3 صواني من البسكوت. كل بسكوتة يعني حوالي 12 او 15 واحدة، يعني كل صينية حوالي 15 واحدة. هنطلع طبعا النص وهنسيب النص التاني، يعني هنقسم الكمية بتاعت بسكوت الشوفان دي هنقسمه على 2. دي بقى الغلطة اللي انا عملتها، وحبيت ان انا اوريها لكم. ما بحبش اخبي عليكم حاجة، بس حبيت ان انا اوريكم ان انا حطيتها. حطيت الشوفان، حطيت ورق زبدة وحطيت عليها الشوفان صحيح مش مطحون، وبعد كده فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فردتها عادي زي ما انا بفردها كل مرة، مفيش مشكلة. حبيت ان انا احطه على ورق زبدة عشان اشوف هيطلع معايا ازاي. ودهنت الصينية طبعا، وكل حاجة لازم تدهن الصينية بزبدة بسيطة خالص. جيت بقى عشان اطلع الدوائر اللي انا عملتها بالشكل ده. طبعا ما طلعتش معايا ليه؟ عشان انا حطاها على ورق زبدة. يعني لما تيجي تعملي الوصفة دي ما تعملهاش على ورق زبدة، اعمليها عادي خالص. حبيت برضو ان انا اكورها على يدي وخلاص، اقول مفيش مشكلة. لقيتها ان هي مش متساوية معايا، مش طالعة حلوة، يعني مش متساوية معايا زي ما هي بتطلع من الكوباية. رحت طبعا لميت تاني العجينة، الحمد لله طلعت معايا تمام يعني. وبعد كده حطيت شوفان على الرخامة، وبعد كده اللي هو فردت الشوفان، وبعد كده حطيت شوفان، وبعد كده فردت العجينة على الشوفان بالطريقة اللي انت شايفاها دي، ورخامة من غير ولا زبدة ولا اي حاجة، وبشيلها بكل سهولة اهو زي ما انتوا شايفينها كده. وفردتها زي ما انا بفردها عادي. وطبعا باصغر كوباية عندك بتعملي دواير، او عندك اي قطاعة تحطيها بالطريقة اللي انت شايفينها دي. بتقطعيها بقى، بتعمل لك كمية كبيرة جدا، كمية جميلة جدا من الشوفان. ياخد معاكي طبعا يومين 3 على حسب استخدامك للشوفان مع عيالك ازاي. هي من الاكلات الجميلة جدا يا جماعة الشوفان. بتحطيها طبعا صحية جدا لأولادك في المدارس، وصحية جدا في الكليات والجامعات كمان. انك بتعمليها بتطلع في منتهى الجمال.
كده شايفين ازاي ما تزيدش عن 2 ملي 3 ملي بالكتير يعني، مش كتير خالص يعني. لازم ان انت تفرديها وتحطيها طبعا على الصينية المدهونة، بتسويها بيدك كده وبتطلعيها بسكوت جميل جدا. ما تزيدش عن 2-3 ملي. المهم ان انا لميت بقى كل الزيادات دي ورحت عجنتها تاني بيدي، ورحت سبتها على جنب لغاية ما احط باقي البسكوت بالشوفان زي ما انتوا شايفين. هي طريقة سهلة جدا والله وبسيطة جدا، ومكوناتها كمان جميلة خالص. لو انت حابة ان انت تحط لها مع الشوفان طبعا انت بتخرميها، لازم تخرميها عشان ما تعلاش معاكي، مع ان احنا حاطين يعني معلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر، لانها مش عايزينها تعلى، بس عايزينها تبقى حلوه خفيفه معانا من جوه كده وطعمها جميل جدا. لو انت بقى حابه ان انت تحط لها مثلا جوزة هند مع الشوفان، يعني كوبايتين شوفان ومعاهم نص كوبايه من جوز الهند المطحون، هتبقى جميله جدا. لو حابه ان انت تطحني جوز الهند كمان مع الشوفان في المطحنه برضو هتبقى جميله جدا معاكي. لو عندك زيت جوز الهند ان انت تحطيها برضو كنكهة يعني بدل الفانيليا، برضو هتبقى جميلة جدا معاكي. المهم ان احنا بعد ما عملنا دي تاني صينية طبعا وعملناها وخرمناها بالشكل دي عشان ما تعلاش معانا، عايزين بقى نطلعها زي اللي بره بالظبط، يعني اللي هو بسكوت بالشوفان. هنحط لها حبيبات السكر زي ما انتوا شايفين، وهتدوسي عليها كده بالخفيف وهتحطيها، هتطلع لك جميلة جدا. وطبعا احنا سوينا الفرن قبل ما نبتدي على 180 درجة، هتحطيها في الفرن لمدة من 15 ل 17 دقيقة، لا اقل ولا اكتر. يعني اول ما تحسي ان هي حمرت معاكي وبالشكل ده، حمرت من تحت وما حمرتش من فوق، هتشغل الشواية عليها. طبعا هتكوني قاعدة جنبيها وهتشغل الشواية عليها من فوق، يا دوبك هتحمر كده هتروحي تطفيها عليها على طول، هتطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. صراحة طعمه والله انا يعني كان نفسي ادوقه البيت بيت عشان اوريكم جماله حلاوته عامل ازاي. جميلة جدا يعني، بسكوت صراحة طري وجميل وطعمه خرافة ملهوش حل. يعني يا ريت تعمليه لاطفالك، عيالك مثلا في الكليات، في المدارس ابتدائي، وتعمليها في الجامعات كمان ياخدوها معاهم. واحنا قلنا لكم ان احنا هنعمل حاجات لانش بوكس وكده للاطفال الصغيرين، وهو احنا مستمرين ان شاء الله. اهم حاجه انتوا تستمروا معايا باللايك والشير والاشتراك في القناه بتاعتي اذا كانت على الفيس او على اليوتيوب. واتمنى يا رب ان الوصفه تعجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المدارس، وان شاء الله تعجبكم وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.